قيل عنه استحق الأوسكار لأنه ممثل بارع يجيد السقوط ويوهم الحكام بأنه يتألم، لكنه في الغالب كان صراخه حقيقيا نابع عن ضربات وتدخلات عنيفة جدا تكررت معه في العديد من المرات. نيمار أكثر لاعب عانى من الخشونة الزائدة والرفس بكل وضعياته، إصابات توزعت في كل مكان من جسده فلم تسلم أي عضلة فيه. الركبة كانت الأكثر تضررا، القدم والفخذ والفقرات لم تكن أقل ضررا. بعد الإصابة الأخيرة ضد الأوروغواي بتمزق في الأربطة الصليب، سيغيب الساحر البرازيلي عن الميادين بعد فترة وجيزة من عودته من إصابة الموسم الماضي. مشاكل بدنية منذ عدة سنوات لم تفارقه، وأصبحت الإصابة ملازمة له. سرد قائمة الغيابات الطويلة التي عانى منها يأخذ العديد من الدقائق، بمعدل إصابة خطيرة واحدة على الأقل تدوم أكثر من شهر كل موسم منذ عام 2017، بالإضافة لإصابة يوليو 2014 كسر في الفقرات خلال مباراة البرازيل كولومبيا في ربع النهائي المونديال بعد تدخل عنيف من زونيكا، كسر في الفقرة القطنية الثالثة، إصابة كانت ستنهي مسيرته. فبراير 2018 كسر في مشط القدم وتمزق في أربطة الكاحل خلال مباراة الكلاسيكو ضد أولمبيك مارسيليا في البارك دو برينس. أصيب نيمار بكسر في مشط القدم اليمنى وتمزق في أربطة كاحله. كانت هذه الإصابة تعني نهاية موسمه، غاب عن إجمالي 16 مباراة وابتعد عن الملاعب لمدة 85 يوما. مشكلته في مشط القدم لم تتوقف إلى حد الآن. يناير 2019 انتكاسة جديدة في نفس المكان في الدور السادس عشر من كأس فرنسا ضد ستراسبورغ. غيابه عجل بإقصاء باريس سان جيرمان على يد مانشستر يونايتد من الدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. أكتوبر 2019 هذه المرة أوتار الركبة. كان عام 2019 سيئا بالنسبة لنيمار بعد الانتكاسة على مستوى مشط القدم. هذه المرة أصيب مع سيليساو في العضلة ذات الرأسين في أوتار الركبة. هذه الإصابة أبعدته عن الملاعب لمدة 37 يوما. فبراير من عام 2021 مرة أخرى قبل دور 16 من دوري الأبطال عانى نيمار من إصابة في العضلة المقربة، إصابة أبعدته عن مباراتي برشلونة ولم يلعب لمدة 36 يوما. فبراير من عام 2023 جراحة في الكاحل ونهاية موسم مبكرة. مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل تعرض نيمار لالتواء في كاحله، كانت آخر مرة شوهد فيها المهاجم على الملاعب الدوري الفرنسي. غياب لمدة 130 يوما عن الملاعب. نيمار لاعب امتلك كل مقومات النجم السوبر. صحيح أنه أخطأ في اتخاذ قراراته واختار المال وجهة له، لكن الإصابات كانت رفيقه الدائم وحرمت عشاق كرة القدم من أمتع لاعب في العقد الأخير.